روى مالك في الموطأ. مالك هو ابن أنس الإمام المشهور أحد الأئمة الأربعة، وكتابه الموطأ أيضا مشهور، وهو من أصح الكتب، لأنه رحمه الله تحرى فيه صحة السند ولقربه أيضا وعلو سنده. هو يعتبر عالي السند لأنه من شيوخ البخاري، فهو أرفع منه وأقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون سنده عاليا، وكلما كان السند أعلى كان إلى الصحة أقرب. وهو مشهور، وفيه مع الأحاديث المرفوعة آثار عن الصحابة، وفيه أيضا كلام وبحث ومناقشة للإمام مالك نفسه رحمه الله، وقد شرحه كثير من أهل العلم، ومن أوسع شروحه وأحسنها لا من حيث الرواية ولا من حيث الدراية التمهيد لابن عبد البر، وهو الآن والحمد لله تيسر طبعه. نعم. وفيه علم كثير هذا الكتاب عن التمهيد.